زي ما عودناكم النهاردة حبينا نعمل لكم جرار زراعي زي ما انتم شايفين كده. شايفين التفاصيل بتاعته عاملة ازاي؟ حاجات كده بسيطة. الشكمان بتاعه من لقمة 17. هي طبعا الجرار دوت ثابت، ما عملناش متحرك. ليه بقى؟ عشان خاطر حاجة واحدة، عشان خاطر الشكل ده ما ينفعش يبقى معاه متحرك. فاهميني؟ والله بتكلم بجد، الشكل ده اهو ما ينفعش يبقى فيه متحرك. ليه؟ شايف منظر الترس ده؟ اللي جوه دي حته صاج هي اللي قافله على المكان ده كله. طيب لو جينا حطينا بقى هنا رمان البلي، ما ينفعش. ليه؟ هتديلك بروز، وهنا هتضطر تحط رمان بلي كبير هيديلك بروز. هتيجي تبص تلاقي الجرار عريض على الحجم بتاعه ده، ما ينفعش. تمام. في حاجات بتاخد رمان بلي وفي حاجات لا. يعني المقطوره دي فيها رمان بلي اهي. وغير كده ان الجرار تبع المقطوره، بس المقطوره ده هنحملها خشب. عارفين انتوا الخشب اللي هو لو جيت بصيت على التفاصيل بتاعه المقطوره اصلا، يعني ده انا هقول لك ده معمول من ايه وده هقول لك ده معمول من ايه. ده يا صديقي يعني دوت معمول من الجنازير. شايف الكتينه بتاع الموتوسيكل، ودي جنزير بتاع موتوسيكل او ترس او حاجه زي كده. ودي طبعا سيستا زي ما انتوا شايفينها. وطبعا الموتور بتاع الجرار جوه عامل ازاي، تشوف يا اخي اكنه حقيقي بالظبط. شايف حتى الشكمان بتاعه، حتى المرايات. يا اخي احنا بنعمل حاجات برضو، حاجات فنية يعني، حاجات بسيطة. وعلى فكرة كل ده من الخردة. يعني لو تفكر مثلا ان ده بنجيب له حاجات جديدة وبتاع، لا 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 يا صديقي، لا. يبقى انت راجل غلطان يا صديقي لو فكرت في كده. فاهمني؟ احنا بنعمل الحاجة ديت يعني تحفة ديكور فقط لا غير. بس فاهمني؟ بصراحة يعني. فاهمني يا صديقي؟ فزي ما انت شايف كده كل ده احنا بنجيبه من الخردة. طبعا احنا لازم نعرفكم ونقول لكم ان ده من الخردة. ما ينفعش مثلا ان انت تيجي تشتري اقول لك يا عم ده انا بشتري خامات جديدة. لا يا باشا، كل ده احنا بنعمله من الخردة. جرار زراعي لو بصيت على التفاصيل يا صاحبي هتلاقيه بالظبط. على فكرة والله بتكلم بجد، تلاقيه بالظبط، يعني بالظبط التفاصيل بالظبط. شايف الحتة دي بتبقى في قلب الجرار، بتبقى في قلب الشاسيه يا اخي بالظبط. ده طبعا المساعد من تحت اهو زي ما انت شايف. حاجات صغيرة كده بس مش اي حد طبعا ياخد باله منها. فاهمين؟ والله مش اي حد. شايف الكشافات تحس ان هي قديمة. انا مخلي اصلا الجرار اكنه كده حاجة قديمة اوي 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 يعني. زي ما انتم شايفين كده، تحس ان هي قديمة اوي. شايف يا اخي، شايف يا اخي الجمال والحلاوة. شايف يا جدعان، مش اي حد يفهم الكلام ده والله. والله العظيم ما اي حد في الدنيا كلها يفهم الكلام ده. شايف ادي المقطورة هي لوحدها بالعريش، وادي الجرار حتى السلسلة دي. شايف يا اخي الابداع. ابداع والله العظيم. رفارف بالظبط نفس الشكل بتاع الكبوت. لازم الرفرف يبقى شكل الكبوت يا اخوان. لازم يديلك الطراز القديم. اصلا الجرار فيه الطراز القديم، وانا اصلا عامله على الطراز القديم زي ما انتم شايفين. ناخده صورة من بعيد مع العربيات والمتحف بتاعنا. كل حاجة من الحاجات دي هنحكي لكم عليها واحدة واحدة ان شاء الله باذن الله. كل يوم تستنوا كل جديد. وزي ما قلت لكم ووريت لكم، كل يوم بنعمل ابداع وفن جديد. ليكم مبتكر المصري على جميع التواصل الاجتماعي. انا بحبكم والله. الواحد مكمل بيكم يعني ان انتوا ناس زي الفل وناس زي العسل. عايز اقول لكم بقى الخردة ديت احنا بنعمل منها ايه. قشطة. يلا نجيبها منين وكده وكل الحاجات ديت بنعمل منها ايه. يلا تعالى اوريك. شايف؟ ايه رأيك؟ كل ده يا باشا بنعمله من الخردة دي. جرار الزراعي اللي انت حضرتك شفته هناك ده هو ده اللي بنعمله هنا كده. شايف؟ بنعمله من هنا. دي بنسة بايظة شايفها؟ بنسة بايظة زي ما انت شايف كده. حتت تروس شداد بتاع مكنة. الشداد ده يا جدعان والله العظيم في ناس اقسم بالله بتحتاس فيه، بتحتاس عشان يجيبوه والله. الشداد ده متخيلين؟ عايزكم تشتركوا في القناة اللي استمتع معنا في الفيديو. وتحياتي ليكم جميعا. مبتكر المصري على جميع التواصل الاجتماعي. تحياتي ليكم، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديو جديد.